سلام سلام حبوباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد ورسالة جديدة. اليوم جبت لكم وصفة تحلية هكا سهلة ماهلة، نديروها في كيسان ولا في ديفيرين صغار ولا كيما تحبوا نتوما. المهم في الحوانت يسموها امباسادور. نروحوا لهنا للمكونات وطريقة التحضير. المكونات هما تكون عندك اي جينواز تكوني موجدتها هكا وتفتيها، ولا مسكوتشو هكا فضلت لك وفتيها. انا عندي مسكوتشو في الزيت اللي تفتفت وليت حطيتها في بورتمونجي خليتها في الفريجيدار. وعندي شويه ديسير، وعندي كاس شانتيي مع نص كاس سكر عادي مع كاس نقص صباع برك ماء يكون بارد خلاص خلاص. ودرت نكهه تاع القارص، نتوما اذا تحبوا ديروها ديروا، اذا تحبوا ما ديروش عادي. لهنا البنات نحطوا الطبقه الاولى هذيك تاع الجينواز اللي قلت لكم. تشربوها بشويه سيرو ولا جي، ولا انا هنا شربت بالجي. من بعد حطوا شويه ديسير وديروا طبقه تاع كريم شانتيه، طبقه تكون مليحه البنات. ومن بعد فوق طبقه تاع الكريم شانتيه ديروا الديسير اللي عندكم واللي تحبوها. وكاين ناس ما ياكلوش كلش، يعني ديروا واش تحبوا نتوما وش ياكلوا الدار تاعكم. لهنا راح نعاود طبقة أخرى تاع الجينواز. فوالا نغطي كامل هذاك الديسير والكريم شانتيه مليح ونرص هكا شويه بيدي. من بعد نزيد نشربهم بالجي ولا بالسيرو كيما قلت لكم، تحبوا ديروا سيرو ديروا سيرو عادي. لهنا ها هما البنات نحكم ندير هذاك السطح مليح باه يجيني كامل قد بعضاه ونشرب. من بعد نعاود ندير طبقة أخرى تاع كريمة شانتيه ونزين تزيين كيما تحبوا نتوما واش متوفر عندكم في الدار. واني قلت لكم البنات اللي تصلح في فك الكيسان هذوكم تاع الجوطابل جو ترونسبارون هكا، ولا ديرهم في ليفيرين في الدار عادي كيما ندير انا عادي خلاص. ها هي وصفة سهلة ماهلة واقتصادية، ويعني كي تكون عندك هيك مسكوتشو تفتت لك ولا طاح لك ولا ما صلحتلكش ولا حاجة، خبيها ما طيشيهاش ما تفزديهاش، خبيها ديري بها التحلية هذه ديرلك على خطرتين ولا ثلاثة. ولو كان ديروا في الكيسان طوال البنات يجيكم واحد 3 طبقات، مش يعني غير 2 طبقات تاع البسكويت. والتزيين يبقى كيما نقول لكم ديما اختياري وش متوفر عندكم في الدار. انا هاني يعني عطيت لكم الطريقه اللي درتها انا، وكيما تحبوا نتوما ديروا. فوالا ساهلين ماهلين واقتصاديين، ويعني كي تفزد لكم مسكوتشو ما تطيشوهاش يعني تستعملوها في حاجه اخرى.